السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة مع أحمد السيد. يمكن امبارح كنا بنتكلم مع بعض في مشكلة مباراة الزمالك وبيراميدز، ويمكن كنت بتكلم معاكم في فكرة إنه لازم يكون في عقاب صارم جدا عشان خاطر ما يكونش فيه مشاكل تاني من النوع ده في الدوري المصري. لكن تقريبا للأسف إحنا ناس بنعشق المشاكل. تيجي تشوف العقوبات اللي أجرتها رابطة الأندية على فريقي الزمالك وبيراميدز، تضحك حقيقي، تضحك يعني. كلمة حتى عقوبات هزلية اللي أنا كنت بتكلم فيها امبارح، لا دي يعني عدت المرحلة دي بمراحل. يعني مش فكرة عقوبات هزلية قد ما فكرة عقوبات كوميدية بمعنى أصح. يعني لما تيجي مثلا تعاقب إيقاف مدرب بيراميدز 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه. طبعا خلينا نتكلم، سيبك من الرقم، يعني 20,000 جنيه احسب بالدولار، يعني بالدولار زي ما كل حاجة في العالم بالدولار. يعني بتتكلم تقريبا في كام؟ بتتكلم في 500 دولار. لا والله، خناقة وخناقة شوارع. 500 دولار، ونفس الغرامة دي معمولة على مدرب أحمال نادي الزمالك، برضه 500 دولار. إيقاف مدحت عبد الهادي مباراتين و500 دولار. طبعا مراقب المباراة اللي هو كان لابس بدلة ده وأصلع، كان في المباراة بيحوش، شايف كل حاجة على عينه، هو اللي كان بيحوش يعني. فالتقرير بتاعه زائد تقرير الحكم المفروض كان كاتب كل الناس أو كل أطراف الخناقة اللي كانوا موجودين في المباراة كانوا قدام عينه، مش محتاج إن هو حتى يعني حد يقول له عليهم. ففكره ان هو يكون يستبعد المدير الفني لنادي الزمالك اوسوريو، اللي هو كان بيجري لحد المكان المخصص للاداره الفنيه لبيراميدز عشان يتخانق معاهم ويضربهم، ويستبعد شيكابالا اللي دخل في الخناقه وكان عايز يضرب وداخل وبتاع. طيب انت ما شفتش شيكابالا، وما شفتش اوسوريو. واللي شفتهم يعني ده، لو انت شفتهم، مدحت عبد الهادي مباراتين و500 دولار، يعني ولا اي حاجه في اي حاجه. وغرامه 20,000 جنيه على نادي الزمالك عشان السبب الجماعي ليه المتفرجين والجمهور. طبعا عقوبات لما تيجي تبص عليها كده تقول يعني احنا بجد في وكسه ونكسه كرويه. يعني لما تيجي تتفرج امبارح على مباراة زي مباراة النصر والأهلي السعودي، ايه الجمال والحلاوة، اقسم بالله انا كنت بتفرج على المباراة مبهور متنح فاتح بقي. هي دي السعودية، هو ده الدوري السعودي اللي كان من سنين مش كتير كان بيجي يتعلم مننا، وكان يجوا يشوفوا الدوري المصري ويتفرجوا احنا وصلنا لفين وبنعمل ايه. وكان الدوري المصري ده كان رقم واحد يمكن في الشرق الأوسط، جماهيريا وملاعب وكل حاجه. يعني كان الدوري المصري ده كان هو نمبر 1 في المنطقه. هو ده الدوري السعودي. اقسم بالله يعني عدى بمراحل، عدى بمراحل بجد. ابهار، تصوير، اخراج، لاعبين على ارض الملعب، جمهور مقفل الاستاد. ما الحمد لله ما عندهمش دواعي امنيه زي اللي عندنا، يعني ربنا يبعدهم عنها يعني. جمهور مقفل الاستاد، من كل حاجه. تتفرج على الماتش متعه للعين قبل حتى ما المباراه تبدا، متعه للعين. والاهداف لما بتتسجل، والاضاءه اللي بتتغير، والمذيع الداخلي للمباراه اللي بيزود المباراه حماسه كده، وتحس انه مدي للمباراه نكهه تانية كده ونكهه خاصه. ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ هو احنا وصلنا لفين في الدوري المصري ولسه بنتكلم في الدوري المصري؟ احنا هنزود 2500 مشجع ولا 2000 مشجع ولا؟ احنا وصلنا للقاع. عارف القاع؟ احنا وصلنا للقاع، حرفيا وصلنا للقاع. ده الدوري المصري. دي قيمة الاهلي وقيمة حتى الزمالك يعني. دي قيمتهم ان احنا نكون في دوري زي ده. مش عارفين ننظم مسابقة، ومش عارفين نحترم مواعيد، ومش عارفين حتى يبقى في عندنا قانون صارم بيطبق على الجميع. لا،
قانون ساكسونيا زي ما احنا اتكلمنا في موضوع الرياضه، بالكيف وبالهوى، مش بالقوانين كده وباللوائح. لا، هتوصلونا لحد فين؟ يعني هتوصلونا في الرياضه المصريه لحد فين؟ شوفوا الناس حواليك وشوفوا البلدان اللي ما كانتش اصلا تتقارن بالدوري المصري، شوفوا هم بقوا فين واحنا بقينا فين، ولسه هتودونا لفين تاني. يعني لسه هتودونا لفين تاني. احنا بجد لينا ربنا، اقسم بالله. يعني مشجعين الكوره في مصر واللي بيتفرجوا على الدوري المصري واللي عينيهم بتوجعهم من المناظر ومن الاساليب اللي بتحصل، وده ناهيك عن الاخراج وناهيك عن التعليق وناهيك عن المستوى الضعيف في كل حاجه. عينيهم بتوجعهم وودنهم بتوجعهم من الالفاظ. حتى فكره ان احنا ننظم الكوره وننظم ونحط لوائح تمنع السباب وتمنع الخناقات ومشاكل، مش عارفين نعملها. الناس دي قاعده ليه؟ من اول وزير الشباب والرياضه لحد اصغر حد في اتحاد الكوره والرابطه، انتوا قاعدين ليه؟ وبتعملوا ايه؟ انتوا خربتوا الكوره في مصر، حرفيا خربتوا الكوره في مصر. لو في بني ادم عنده دم يعني بصراحه يسيب المكان بتاعه ويمشي، لكن للاسف ده مش هيحصل. نخش على مباراة الأهلي وسان جورج الهامة جدا. خلاص الاجتماع الفني للمباراة تم، والنادي الأهلي هيرتدي الزي التقليدي بتاعه، التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، والحارس بتاعنا هيرتدي الزي الأزرق كامل، وسان جورج هيرتدي الزي الأصفر كامل، والحارس بتاعه هيرتدي الزي الفوسفوري. يمكن كان في خبر حلو ان بيرسي تاو خلاص تعافى من الاصابه بتاعته، بس انا يمكن عايز اقول وانبه انه لا، استنوا شويه على بيرسي تاو، مش دلوقتي. بلاش نشرك بيرسي تاو حاليا، على الاقل اول مباراه، يعني اول مباراه للنادي الاهلي مع سان جورج. لا، خلي بيرسي تاو يريح، محتاجينه بعد كده في الماتشات اللي جايه والهامه. بلاش ان احنا نجازف بيه مجازفه ممكن تدفعنا كتير بعد كده، خصوصا ان احنا عندنا يمكن تاريخ مش كويس مع اصابات بيرسي تاو. فانا من رايي الشخصي كويس ان هو خف وبقى زي الفل، لكن نستنى عليه شويه، ما نستعجلش. يمكن كنت عايز اتكلم على عروض مارسيل كولر المدير الفني الداهيه للنادي الاهلي، وفكره حب الكيان. يمكن كانت ناس كتير بتتكلم عليها ان احنا في زمن الاحتراف. انا معاك، احنا في زمن الاحتراف، وان اللي بيجيله قرشين زياده عينيه بتزغلل والموضوع ما بيبقاش بالسهوله. وي 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 وعندنا امثله كتير زي كريم بنزيما اللي ساب اعرق واكبر نادي في المجره ريال مدريد وراح الدوري السعودي عشان الفلوس. ماشي، مش مختلفين ان الفلوس ليها مفعول السحر، لكن لما يبقى انت عندك مدير فني عبقري زي مارسيل كولر ويجي له عرضين كبار من نادي الهلال ونادي الشباب اللي يمكن ما بياخدش تمن اللي هياخده معاهم ان شاء الله لو كان قبل العروض ويستمر مع الاهلي، فانت بتتكلم في ان الراجل ده بيعشق كيان النادي الاهلي، مش مجرد ان هو مدير فني محترف. طبعا هو مدير فني محترف وعارف هو بيعمل ايه كويس، واكيد يهمه مصلحته الشخصيه، لكن مين قال ان المصلحه الشخصيه فقط هي الفلوس؟ مين قال كده؟ يعني في ناس كتير جدا يمكن جريت ورا الفلوس وفي الاخر رجعت تندم، وعندنا امثال كتير جدا جدا زيها. ففكره ان هو يبقى عنده مشروع وعنده هدف وحلم وطموح مع النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط، يعني شاء من شاء وابى من ابى، بس دي الحقيقه، ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. النادي الاهلي اكبر نادي في المنطقه. ففكره انك انت يبقى عندك طموح ولسه عندك حلم وحلم كبير، وانا يمكن عارف التفكير بتاع مارسيل كولر ان بيتكلم في فكره ليه ما نحققش كاس العالم، ويمكن انا معاه في الفكره دي قلبا وقالبا. ليه ما نحققش كاس العالم؟ نقدر نحقق كاس العالم طالما عندنا طموح، وطالما عندنا خطه واستراتيجيه واضحه وحاطين معايير وعارفين احنا عايزين ايه كويس. لا، نقدر نعمل ده، وبعقليه زي مارسيل كولر وبحد حابب وعاشق لكيان النادي الاهلي والمنظر ده. لا، نقدر نعمل ده. يعني حقيقي انا كنت يمكن اتكلمت في العرض السعودي ده
قبل كده، وانه كان جاله قبل حتى ما يجدد مع النادي الاهلي سنتين. يعني هو كان في الكلام بتاعه ان انا جالي عروض من الدوري السعودي من الهلال ومن الشباب، لكن انا مستمر مع النادي الاهلي سنتين بخلاف السنه اللي انا موجود فيها دي. قبل ما يجدد حتى السنتين دول كان العروض موجوده معاه، وكان ممكن ان هو ما يجددش مع النادي الاهلي، لكن ده حتى ما جابش سيره العروض دي اثناء التجديد مع النادي الاهلي. ما حبش ان هو يحطها فكره مساومه، هتدوني كام والا همشي. لا، ما عملش كده. فحقيقي تحيه كبيره جدا لمارسيل كولر، احنا كلنا فخورين بيك وكلنا بنحبك وكلنا مقتنعين بيك كمدرب عالمي، وكراجل ليك فكر وعندك هدف. ان شاء الله باذن الله ربنا يعينك ويعين الفرقه ويعين الاداره على تحقيق الاهداف اللي هي دايما طموح الجماهير الاهلي ملوش حدود. اهدافنا ملهاش حدود. لما هناخد دوري ابطال افريقيا هنبص للدوري السوبر الافريقي، لما هناخد دوري السوبر الافريقي باذن الله هنبقى باصين لكاس العالم للانديه. ده طموحنا وده دايما عهدنا بالنادي الاهلي. سقف طموحاتنا هو السماء. من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليك كمان تضحك وتخليك تستغرب في نفس الوقت فكرة تغريم الأهلي والمصري كل فريق منهم 20,000 جنيه عشان خاطر السباب الجماعي. أنا وكمان عشان خاطر و20,000 جنيه تانيين عشان خاطر تأخير تسليم التشكيل بتاع الفريقين. أنا ما عنديش مشكلة خالص ولا عندي أدنى مشكلة في إنك أنت تعاقب أي بني آدم أخطأ أو أي مؤسسة أو كيان أخطأ. ما عنديش أي مشكلة في كده خالص. بس انت لما تيجي تحط عقوبات لمباراة الاهلي والمصري وتحط زيها عقوبات مساوية ليها لمباراة الزمالك وبيراميدز، فانت كده كأنك بتقول ان الماتشين كانوا نفس الحاجة. هل اللي حصل في ماتش الزمالك وبيراميدز هو اخوه اللي حصل في مباراة الاهلي والمصري؟ يا جدع، يا جدع، ده المنظر كان سيء. ده كانت خناقة شوارع. ده يعني الموضوع ما كانش مقتصر على سباب من الجمهور. ازاي بتحط عقوبات مساوية هنا هي هنا؟ فين الردع؟ فين الردع؟ فين اللوائح؟ عشان لما بقول لكم ان احنا بنشتغل بالهوا وبالكيف تصدقوني. ما علينا. وان شاء الله اقابلكم بكره، يا اما هتكون في حلقه قبل المباراه يا اما بعد المباراه ان شاء الله باذن الله بتاعه الاهلي وسان جورج. مباراه بالمناسبه هتكون مذاعه الساعه 8 مساء على اون تايم سبورت. فباذن الله يا اما موعدنا بعد المباراه او قبل المباراه، لسه مش عارف يعني الدنيا تكون ماشيه ازاي، لكن الاكيد باذن الله لو ربنا ادانا عمر ان احنا لينا لقاء بكره ان شاء الله مع بعض. بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.